أيها السادة والسادة، أهلا بكم. ها هو معكم الموعد يتجدد ونحن معكم في تمام 5:07. ولما بنقول لحضراتكم إن احنا إن شاء الله النهاردة معانا أبرز الأخبار الخفيفة والطريفة والظريفة لدينا من أولها لآخرها، لكن اللافت للنظر بأن يعني الشأن الغزاوي عاد ليطفو على السطح، واحنا بنتكلم تحديدا على الواقعة اللي تمت امبارح. الواقعة فيها يعني العنف وفيها، أنا آسف يعني في الكلمة، قلة الأدب. العدوان الاسرائيلي امبارح واللي تم، والفيديو اللي تم امبارح من اعدام الشابين محمود عبد الله ويوسف عصاصه، الشابين اللي كانوا موجودين في جنين بالامس، وتم قتلهم رميا بالرصاص من مسافه صفر. ده بيأكد ايها السادة والساده بان العدو الاسرائيلي سيظل كان وموجود حاليا وسيظل هو العدو الاساسي. والاعتداءات اللي بتتم بالصوره دي بتاكد على ان احنا يعني لا عهد لهم تحديدا. طبعا هناك تقرير لمنصه اسمها ديكلاسيفايد، دي منصه بتتكلم على ان 50 بريطاني موجودين في الخدمه مع العدو الاسرائيلي في اعتدائه على غزه، وطبعا المرتزقه من كافه دول العالم. لكن تعالوا مع بعض نشوف مركز غزة لحقوق الإنسان بيقول إن إسرائيل قتلت 350 فلسطيني، منهم 135 طفل و54 امرأة. ده خلال كام؟ خلال 47 يوم اللي هم احنا بنقول عليهم اللي منذ دخول ما أطلق عليه وقف إطلاق النار. يا سادة وسادة، هناك أيضا في الجانب الآخر قصف مدفعي إسرائيلي على مدينة رفح وتحليق منخفض للعديد من المقاتلات الإسرائيلية. كمان هتلاقوا إن حماس بتدعو إلى مواجهة شاملة ضد الاحتلال بعد إعدام الشابين في جنين. وكمان الاحتلال يعني زود من صلفه، وهناك يعني ارتفاع عدد القتلى في عملية اتعملت فين بقى؟ في بيت جن. بيت جن ده موجود في ريف دمشق في سوريا، والعملية دي أسفرت عن مقتل 13 سوري، ويعني إضافة إلى 25 جريح. طبعا يعني العدو الإسرائيلي بعد ما عمل العملية دي سب مركبة معطلة وما إلى ذلك، ومع ذلك ما حبش يسيبها يعني معطله ممكن تصليحها، لكن ايضا قصفها وهي موجوده على الارض. كمان هتلاقوا هنا ان هناك غضب شعبي في سوريا، والنهارده يعني الذكرى الاولى للتحرر من نظام بشار الاسد، فهناك غضب شعبي وترتب عليه احراق العلم الاسرائيلي. وكمان امبارح اعلن عن يعني او الساعات دي اعلن عن صعوبه دخول سيارات الاسعاف لانقاذ ما يمكن انقاذه. السيد وزير الخارجيه السوري السيد الشيباني بيقول ان العدوان يستوجب موقفا دوليا حازما. وكم سمعنا من هذه العبارات المطاطه التي لا طائل منها. حماس ايها السادة والساده، الاحتلال بيفرج عن الممرضة الفلسطينية اسمها تسنيم الهمس، دي بعد عدة شهور من اعتقالها. أيها السادة والسادة، مصر ترفض أي إجراءات من شأنها أن تكرس الانفصال ما بين الضفة وغزة. ده الشأن الغزاوي. لكن تعالوا مع بعض نشوف العديد من الأخبار المحلية، وفيها بنقول لحضراتكم أن هناك سجن 3 سنوات للمتهم الخليجي في واقعة كوبري أكتوبر. فاكرين حضراتكم الفيديو الشهير لمواطن خليجي استعرض القوة، كان راكب العربية اللاند جروفر ولا الجيب ولا أيا كان الموديل بتاعها وبيدفع، وطبعا حاولوا أن هم يوقفوه بطريقة أو بأخرى، وفي الآخر أخذ 3 سنوات. سادة وسادة، هناك مصرع شاب على يد صديقه في أرض الجمعيات في محافظة الإسماعيلية، والراجل صاحبه خبطه بطوبة. الشأن المصري هتلاقي فيه ان الكابتن محمود الخطيب بيكلف المستشارين القانونيين للأهلي للانضمام إلى فريق الدفاع عن مين؟ رمضان صبحي. فاكرين حضراتكم مين رمضان صبحي وواقعته؟ لكن الواقعتين اللي هم متهم فيهم، سواء كانت الواقعة المتعلقة بالأوضة والمخدرات، وبنتكلم على 4 سنوات إيقاف وغير ذلك، وبنتكلم كمان على يعني تحرير يعني أو محررات رسمية مزورة وبرضه فيها الحبس وما إلى ذلك. مجلس الوزراء المصري بيتكلم عن حملة قومية للتطعيم أو لتحصين الحيوانات.
لكن في المقابل بيقول انه تم تحصين او اجراء 7,500,000 جرعه تطعيم للقاحيه، سواء كان الحمى القلعيه او حمى الوادي المتصدع. ايها السادة والساده، من اخبارنا المحليه ايضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول امبارح انه اي موظف جديد سيلتحق بالحكومه لابد ان يمر بدوره مدتها 6 اشهر تدريبيه في الاكاديميه العسكريه، ده عشان يؤهل للعمل. ده اخبارنا المحليه يا سادة والساده، لكن اخبارنا العالميه فيها الاتي. عالميا هناك وثيقه سريه المانيه تتكلم عن ان كان هناك يعني استعداد ب 800,000 جندي اسرائيلي الماني بيتحركوا في وثيقه المانيه مسربه من خلال خطط عسكريه لمواجهه مين؟ لمواجهه روسيا في الميدان. كمان عندنا خبر محزن انه هو تم الاعتداء على مسجد عمره 6 قرون في ولايه اوتار باراديش في الهند، والواقعة دي كان الامام متواجد في المسجد وتم الاعتداء وحرق المسجد، وتم القبض على 5 اشخاص متهمين بهذه الواقعة. يا سادة وسادة، حصل الواقع امبارح في امريكا. الواقعة دي حسبما أعلن مدير الاستخبارات CIA أن هناك حادث قرب البيت الأبيض، وقال ان اللي منفذ الهجوم دوت كان اشتغل معانا في افغانستان. ترامب من جانبه قال انه سيتم هناك او سيكون هناك وقفا دائما للهجره من دول العالم الثالث. الضحيتين اللي هم سارة واندرو دول ضحايا الهجوم اللي بالامس، اللي هو سارة بيكستروم 20 سنه وكمان اندرو وولف 24 سنه، دول عنصري الحرس الوطني الامريكي. واحنا لما شفنا الفيديوهات الراجل الافغانستاني وهو ماشي وقبل التفجير بلحظات، وحتى كمان صور التفجير ظهرت، هم يعني هم عنصريين في الحرس الوطني الامريكي وفي ولايه فيرجينيا الغربيه. ادوا القسم، يعني حلفوا القسم قبلها باقل من 24 ساعه. هم حلفوا من الدار للنار، يعني حلفوا وبعد كده ربنا معاهم بقى، يعني بما لاقوا من مصير. ده قبل 24 ساعه من بعد 24 او خلال 24 ساعه كانوا هم من القسم تم الاعتداء عليهم في الهجوم. طيب احنا عندنا خبر تاني بيتكلم على عيد الشكر. عيد الشكر ده اللي هو الخميس 4 من نوفمبر، وده بيحتفلوا بيه في امريكا. وشرطه مدينه نيويورك عملت ايه بقى؟ وزعت الديك الرومي على المواطنين بمناسبه عيد الشكر، واحنا شفنا العديد من الفيديوهات بتمثل هذه الطريقه. وفي المقابل هتلاقوا في الصين حصل حريقه، يعني نار اشتعلت في شجرة عيد الميلاد، ده كان في سوق صيني. كمان أيها السادة والسادة، الصراع السياسي وما تعلمناه من السياسة مما قاله وينستون تشرشل وغيره، أنه ليس لنا أعداء دائمون وليس لنا أصدقاء دائمون، ولكن لنا مصالح دائمة. ده بينطبق على علاقة ترامب بماسك. إزاي؟ إيلون ماسك بقى شد وجذب، وده مقرب وبعد كده يبعد وما إلى ذلك، لكن في المقابل هتلاقوا إنه هناك ذوبان للجليد بين إيلون ماسك وترامب. وعشان كده إيلون ماسك رجع امبارح لمائدة ترامب وقعد معاه على المائدة خلال عيد الشكر. طبعا ده بيأكد على أنه ليس لنا أعداء دائمون وليس لنا أصدقاء دائمون، ولكن لنا مصالح دائمة. السيد المرشد الإيراني علي خامنئي بيقول إيه بقى؟ بيقول أنه سيشهد التاريخ أن أقدر شخص على سطح الكوكب هو نتنياهو. ده من وجهة نظر علي خامنئي، لكن هو أنا أتصور أن اليهودي هو أقدر شخص على سطح الكوكب. كان نتنياهو، كان بليكفير، كان لكن هو ده عهد اليهودي. لكن لو استبدل نتنياهو بشخصية أخرى برضه هتلاقي نفس الطباع اليهودية هي. يا سادة والسادة، يتبقى معنا 3 أخبار. واحد منهم بيتكلم على حاجة مماثلة. عارفين فاكرين فكرة لما احنا عندنا المتحف المصري بنقول تذكره للمصريين بسعر وللاجانب بسعر، ناس بتقول لك ازاي وما اعرفش ايه. فرنسا في متحف اللوفر اخذت قرار ان غير الاوروبيين هيدفعوا 45% زياده على تذكره زياره متحف اللوفر من اول العام القادم. يعني الاوروبي هيدخل متحف اللوفر بتذكره بسعر،
وغير الاوروبي هيدخل بتذكره اغلى 45%. ده اللي بيأكد على ان اهل او الموطن المكان بيكون لهم يعني تعامل خاص، وده اللي اعلن عنه متحف اللوفر. الخبر الثاني عن جراما. جراما دي سلحفاه عاشت 100 في جالاباجوس، عاشت 141 سنه، وللاسف شديد طبعا هي كانت اكبر سلحفاه معمره وتوفيت بالامس. وطبعا بيقول لك توفيت نتيجه لتدهور صحتها نتيجه للشيخوخه. الخبر الاخير والطريف وظريف لدينا النهارده بيقول الست أليس دي سيده عندها 35 سنه. الست أليس دي دخلت موسوعه جينيس ريكورد. ليه بقى؟ أليس بقالها 15 سنه بترضع، ماشي ما عنديش مشكله، لكن بتنتج يوميا لبن طبيعي. بتعملي ايه يا ست أليس؟ هي بتقعد 3 ساعات بتطلع اللبن او تنتج اللبن من صدرها، يعني بتصنعه او بتطلعه. بعد ما تطلعه بتعقمه، بعد ما تعقمه بتخزنه في الفريزر، وبعد كده بتوزعه. عملت كام يا ست أليس؟ الست أليس عملت 2600 لتر لبن. دول انقذوا كام؟ انقذوا 350 رضيع. أليس اللي دخلت موسوعة جينيس ريكورد كمرضعة، قعدت 15 سنة ترضع 3 ساعات يوميا، بتنتج اللبن، يتعقم، يتعبى، يتخزن في الفريزر، ويتوزع على 350 طفل. أليس رضعت 350 طفل أيها السادة والسادة، و 2600 لتر لبن. بصحة يا أليس، وكملي طريقك ورسالتك، ربما يكون فيها إنقاذ للأطفال وإنقاذ للعديدين. أيها السادة والسادة، لا تنسوا أن معنا في الغد وكل يوم إن شاء الله في تمام الخامسة 7 دقائق من الأخبار الخفيفة والطريفة والظريفة. دمتم بخير وإلى اللقاء.